هام وعاجل الآن فتح باب التقديم لقرعة حج الجامعيات لعام 2023، وأيضا الشروط الواجبة توافرها في المتقدم لأداء فريضة حج الجامعيات لهذا العام. إليكم التفاصيل. قبل ما نبدأ الفيديو، فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكرم أخلاق كبير جدا لو دعمتنا بلايك واشتراك، هيبقى كرم أخلاق كبير جدا. نبدأ الفيديو معانا النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح باب التقديم لقرعة حج الجمعيات لعام 2023. وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1444 هجرية 2023 ميلادية، بداية من يوم الثلاثاء المقبل وحتى 20 مارس الجاري. ويشترط في المتقدم لأداء فريضة الحج هذا العام ألا يكون قد سبق له الحج من قبل طوال حياته، ووجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عاما لا يقل عمره عن 18 عاما. وحريصون أيضا على توفير الخدمات المميزة للحجاج الجمعيات، ولا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة أو وزارة الداخلية. إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيا على بوابة الحج المصرية الموحدة خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وتنشر أيضا بالمديريات والإدارات الاجتماعية. وبكده يكون الفيديو خلص معانا النهاردة. أتمنى أكون فدت حضراتكم حتى لو بمعلومة بسيطة. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكرم أخلاق كبير جدا لو دعمتنا بلايك واشتراك، هيبقى كرم أخلاق كبير جدا. في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.